السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة ريناد. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو تاعي يلقاكم صحة جيدة وعافية. وقبل ما نبدا نقول لكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبدينا في الحلويات تاع العيد ومازالنا فيها. اللي راه كاين اللي ما بداش نعطيه هاد الوصفه صابلي بريستيج جد رائع، ذوق الفستق اللي هو البيستاش، بنين بزاف بزاف. ونتمنى نجربوهم ما تبخلوش علينا بجام وكتروا، واللي جربتها ما راحش تندم عليها. حلوة ولا اروع. يلا معايا ودخلوا معايا المطبخ نوري لكم المقادير المضبوطه تاع الحلوى او صابلي. عندي هنا 250 جرام زبدة، عندي 3 ملاعق مملوئين كبار تاع السكر، سكر جلاسي اللي نقولوا، او سكر رطب. يجي الملعقة صومعيها مليح مليح. عندي زوج صفار بيض وحبة كاملة، عندي كيس من خميرة تاع الحلوى، عندي كأس من المايزينا والفرينة بطبيعة الحال، وما نساوش قريصة تاع الملح. هنايا ضفت السكر، غادي نضيف كامل المكونات ما عدا الخميره والفارينه والنشاء اللي نضيفهم في الاخر. هنايا كحست لكم البول. هنا ضفت الزبده ومن بعد ضفت السكر. غادي نضيف ملعقه كبيره من الفانيليا بطبيعه الحال. نضيف صفار بيض. هنايا عندي 2 صفار بيض، ونضيف حبة كاملة. وإلا كان عندكم زوج حبات ضيفوا زوج حبات بيض كاملين ماشي مشكل. ولا الاخر عندك ديري زوج صفار وحبة بيض كاملة كما انا درت. والمقادير غادي تلقاوهم في الصندوق الوصف. عفوا. هنا نجيب الخلاط الكهرباء تاعي ونخلط ونمزج كامل المكونات بالخلاط، يساعدني مليح مليح باش يمزج لي كامل المكونات والكريمه. دوك تشوفوا اللون تاع الزبده كي يتبدل. هنا بعد ما خفقتها حوالي 5 دقائق شوفوا لونها كي ولا. هنا نبقى نضيف المايزينا او النشاء. هنا كأس نشاء او مايزينا نضيفه، يعطينا العجينه تاعنا والحلوى تاعنا يعطيها هشاشه. هنا سرعت لكم الفيديو باش الفيديو تاعي ما يجيكمش طويل. هنا ننزح الخلاط ونبقى نستعمل. هنا ضفت فرينة، ملعقة كبيرة من الفرينة، ونضيف كيس الحلوى تاعي أول كيس من خميرة، ونبقى نخلط بسباتول ولا بيدك بالأصابع كما تحبي انتيا عزيزتي المتتبعة. المتتبعين الأوفياء. هنا بعد ما ضفت لهنا حاولوا تضيفوا الفرينة تدريجيا. إذا كان عندكم الفرينة تشرب ديروا قليل وخلوا العجينة تاعكم طرية. راني نوريها لكم. هنا نديرها في كيس حلواني أو كيس ونغطيها ونخليها ترتاح. بعد ما ترتاح نرجع لكم. هنا بعد ما ارتاحت لي درت الفارينه في البلون دو طرافاي تاعي ونورقها. انا سرعت الفيديو قلت لكم باش ما يجيكمش طويل. بعد ما ورقتها جبت هاد القاطعه والشكل اللي تحبوه نتوما. انا حبيته على الشكل هكذا. الفرن راني مسخنته على 180 درجه. ندخلها للفرن قبل مسخنته، ندخلها للفرن كي طيب نرجع لكم. هنا بعد ما طابت هيا دي شوفوا جات حبه قد ضغطها وما قصرت ما والو، وطابت حبه لون واحد. نمشوا نحضروا الكريمه تاعنا اللي هي 500 غرام كريمه الزبده بطبيعه الحال، اللي هي 500 غرام زبده وكأس سكر رطب اللي هو سكر غلاس.
هنايا على حساب الاخر تحبي الكريمه تاع الزبده حلوه تاعك، ضيفي كاس ونصف سكر. الا حبيتيه معتدل في الحلاوه ضيفي هاد المقادير اللي ضفتهم انا، جاتني هذيك هي. هنايا عندي عطر الفانيليا، غادي نضيف عطر الفانيليا حوالي ملعقة، لأنه عندي عطر الفانيليا عفوا هذا جاي شوية قاصح في الريحة، بصح ما شاء الله. هنا نجيب الخلاط الكهرباء تاعي ونخلطها مليح مليح، ندربها حتى اللون تاع الكريمه تاعي يبيض ويولي لون ابيض. هنا هي دي بعد ما لونها شوفوا كي ولات، ضفتها شويه في وعاء صغير، وغادي نضيف لها ذوق الفستق او البيستاش، وكذلك يعطيها لون. انا نحب لا كولور خضراء، اللون الاخضر نموت عليه، هذا جاني اخضر فاتح. وهنايا حضرت درتها في كيس حلواني من الكريمه الزبده وسوبر كريم ذوق الكيوي، ما لقيتش ذوق البيستاش، الا صبتوا ذوق البيستاش استعملوه، ولا صبتوا ذوق الكيوي استعملوه كذلك، يعطيها مذاق رائع. والحلوى جاتني معتدله في الحلاوات، انا الكاطو تاعي ما نحبوش حلو حلو، بصح جاتني هاد الحلوى جات ما شاء الله في المذاق رائعه، ماشي حلوه وماشي نقولوا صامته، ولا جات ما شاء الله. هنا راكم تشوفوا ضفت على الحافه الكريمه الزبده، وعاود ضفت في الوسط السوبر كريم، والصوره غنيه عن التعريف. ونعدل الحواف كما راكم تلاحظوا، نمسحها ونعاود نشوف، نعاود ندير لكم حبه تشوفوا على الحواف كذلك، ونعاود نضيف سوبر كريم ونمشوا نديروا التزيين. هنا بعد ما كملت الحلوى تاعي خليتها تنشف تشد راسها، جبت هذا السيليكون على باش ندير به الديكور. وهنا عندي شوكولا بديل الشوكولا، لون مذاق فستق ولونها لون الفستق. هنايا بعد ما ذوبت قطعت الشوكولا تاعي وذوبتها في حمام مائي. واش نضيف لها؟ تحبوا تذوبوها في حمام مائي، ولا كان عندكم ميكرووند ذوبوها في ميكرووند. هنايا جبت دوك نديره في كيس حلواني في لابوش، ونبقى نملا هاد الاخر. هنا نوري لكم الشوكولا تاعي بعد ما ذوبتها. هنا جبت كاس ووضعت فيه كيس حلواني، ونضيف قليل من الشوكولا تاعي ونملا هاد السيليكون بالشيكولا. ما غاديش نعمرو حتى الفوق، لا لا، غادي ندير غير النصف. ومن بعد نخبط البلا تاع السيليكون، المول تاع السيليكون نخبطو، ومن بعد نديرو في المجمد. بعد ما درتو في المجمد شد راسو، شوفوا هيا دي تنزع بسهوله وجات رائعه. نكمل كامل هادو المقادير اللي عندي ننزعهم ونمشو نقلاصيو الحلوى تاعنا. هنا بعد ما كملت التزيين الاخر الديكور اللي درتو، هنا واش نضيف؟ هنايا جبت الحلوى بعد ما شدت راسها من لا كريم او بور. هنا ذوبت الشوكولا كذلك ذوق الفستق او بديل الشوكولا، ونخفطها مليح مليح، نحي كامل الزائد تاع الشوكولا ونضعه في طاولة العمل. والصورة غنية عن التعريف، ما كاش اللي ما يعرفش يقلاصي. هنا نمشي نجيب اللي زينت اللي درته الشوكولا اللي درتها كقوالب، هنا راكم تشوفوا. ومادامها هنايا الشوكولا تاعي ما نشفتش، نحط الحبه هذه باش تلصق لي. والصورة غنية عن التعريف بطبيعة الحال، راكم تلاحظوا. ونتمنى يعجبكم الفيديو وديروا جيم وما تبخلوش علينا وما تنساوناش. هنا بعد ما درت الاخر ونشفت لي كامل الحلوى، جبت هذا الملمع تاع الذهبي. هنايا جربت شويه وجاتني ما شاء الله عليها، بغيت نعاود نوري لكم. هنا واش ضفت شويه ملمع ذهبي، وبداك الغراء اللي تشروه تاع اللي
يخلطوه مع الملمح. هذاك ينباع غالي. انا سهلنا عليكم المهمه، ديروا شويه تاع الماء وخلطيها بالبانسو او بملعقه او بحاجه. وهنايا وشوفوا بالخف يدير. نعاود نضيف شويه تاع الماء ونبقى ندير بالفرشاه تاع الاسنان. وفرشة الأسنان ماشي اللي تستعملوها وتولوا تخدموا بها، لا لا، أنا درت واحدة جديدة شريتها واستعملتها. هنا نعاود نخلط ونبقى ندير بالفرشة تاع الأسنان وتبقاو ترشوا حتى اللي كاين اللي يدير بالبانسو شوية يكون عنده قاصح، الفرشة تاعو قاصحة. أنا ما كانش عندي، عليها استعملت فرشة الأسنان. عملية وسهلة، لو كان قاع ما كانش عندكم تستعملوها طريقة. ونقول لكم صدقوني هاد الحلوى ولا اروع، ما شاء الله بنا خيال. نتمنى نجربوها. انا بعد ما نكمل كامل هادو نمشو ونكملو التزيين، مازال ما خلصناش التزيين تاع الحلوى تاعنا. هذه نوريها لكم، شوفوا كي جات ولا اروع. وترشوها ماشي غير من جهه، ترشوها من جهتين كامل. هنا نمشو نحضروا التزيين الاخير. هنا واش عندي، ذوبت الباقي قليل من الشوكولا، ندهن في الوسط وندير هاد الحبيبات تاع الشوكولا. وهذا التزيين اختياري، تحبوا ديروا اي حاجه تحبوها، تحبوا عقاش خضر ولا هالشي. انا حبيته هكذا جات ولا اروع. نكمل كامل الكميه اللي عندي. هيا دي شوفوا جات ما شاء الله. نكمل كامل الكميه اللي عندي وتشوفوها في الطبق التقديم، ونقول لكم شهيتكم في الجنه حبيباتي. هيا دي هنا بعد ما تحفتها ودرتها في الكيسات والدونتيل، شوفوا كي جات ولا اروع. غادي نقسم لكم حبه وصدقوني شوفوا هشاشه تاع هاد الحلوى. هنا خفت نقبضها خطر تذوب في الفم، صدقوني تذوب في الفم. هيا دي هنا يشوفوا سوبر كريم راها تبان وزعما ما شاء الله. والمذاق هنا ما حبيتش نكسر هذيك الحبه، مي غادي هذه نكسرها لكم وشوفوها صدقوني هشاشه ولا اروع. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه حبيبتي، سلام.